حكايتنا بتبتدي مع بنت جميلة اسمها بنيو، وكانت راكبة عجلتها ورايحة المدرسة. لكن مدرستها دي ما بتبقاش زي أي مدرسة، لأن المدرسة دي بتتعلم فيها إزاي تحافظ على بيتها في المستقبل، وبتبقى بتتعلم فيها الطبخ والغسيل والخياطة وكل حاجة تخص البيت. لكن الكلام ده ما كانش عاجب بني، وما بتكونش مقتنعة بيه، وده بيخليها ما تعملش الواجب اللي طالباه منها المدرسة. وعشان كده دايما المدرسة تطردها من الفصل، وبتخليها كمان تمسح الطرقة. وفي نفس الوقت ده قامت بنت اسمها تاكامي وقالت للمدرسة إنها ما عملتش الواجب هي كمان، بالرغم إنها طالبة متفوقة، لكنها بتكون زي بني ومش مقتنعة بالمدرسة دي، وبتكون مؤمنة إن كل بنت لازم تختار شريك حياتها بنفسها. فالمدرسة بتقول لها تخرج تمسح الطرقة مع صاحبتها بني، وفعلا طلعت مع بني، وبيقفوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض، وبتقول لها إن مستحيل تتجوز شخص ما تعرفهوش زي ما المدرسة بتقول. فبني بتقول لها إن عندها حق، وإنها كمان مقتنعة بكده، وهما الاتنين كانوا بيفضلوا إنهم يشتغلوا ويبقى ليهم مكانة في المجتمع، أو يعيشوا قصص حب زي اللي بيسمعوا عنها. وبعد ما بيخلصوا شغلهم في المدرسة، بني بتركب عجلتها وبترجع على البيت، وكانت حاسة إن الجو جميل النهاردة، لكنها بتجري بسرعة وبتسيب شنطتها في البيت، وراحت تنادي جارها اللي اسمه رامارو. وبنشوف جارها رامارو وبيكون شبه البنات، وبنعرف إن هو وبني يبقوا أصحاب من زمان. وبعد كده بنشوفهم وهم واخدين طيارة ورق وبيروحوا عشان يطيروها، وفعلا بيفضلوا يلعبوا بيها لحد ما بيجي شوية هوا، والطيارة بتتعلق على شجرة عالية، فبتضطر بني إنها تطلع على الشجرة وتجيب الطيارة من فوق. لكن في الوقت ده كان ماشي ملازم من الجيش الياباني، وشاف بني وهي بتطلع على الشجرة، وساعتها بيستغرب لأن دي بتكون حاجة غريبة بالنسبة له. وأول لما خدت بالها إن هو شافها بتتوتر وبتقع من على الشجرة، لكنه بيقدر يلحقها على آخر لحظة. فبني على طول بتضربه بالقلم لأنه كان شايلها، لكنها بعد كده بتعتذر منه وبتشكره لأنه ساعدها. وساعتها الملازم ده بيقبل اعتذارها، وسألها على بيت الرائد هانامورا، وبني وقتها بتتصدم لأن الرائد هانامورا يبقى باباها. وفعلا بتاخد الملازم معاها للبيت، وبنعرف إن اسمه إجوين، وبيكون الواضح إن هو وبني مش هيتفقوا مع بعض. وبعد كده والد بني بياخد إجوين عشان يتكلموا شوية مع بعض، وبيطلب من بني تعمل شاي، لكن بني ما بتبقاش عارفة تعمل حاجة وبتدمر كل حاجة. وباباها وإجوين كانوا سامعين كل حاجة من بره، وإجوين كان عمال يضحك وباباها كان متعصب جدا منها. وفي النهاية بني أخيرا قدمت له شاي وكيك، لكنه قبل ما يشرب سمع المربية بتقول لبني إنها قدمت له الكيكة اللي بقالها يومين ومحدش كلها. وساعتها إجوين بيرمي الشاي وبيبص للكيكة ورجع يضحك تاني. وأبو بني راح لها بسرعة عشان يتخانق معاها، وقال لها إن النهاردة يوم مهم جدا في حياتها، وإنها لازم تسيب انطباع أحسن من كده قدام إجوين. وبعد كده طلعت عشان تشوف إجوين راح فين، فلقيته نايم في الحديقة. فبيجيلها ساعتها فكرة شيطانية، وبتقرر تجيب السيف الخشب وتضربه على دماغه، لكنه بيقدر يتفادى الضربة، وبيقول لها إن اللعبة دي حلوة جدا. وبدأوا الاتنين يلعبوا مع بعض، وطبعا لما باباها شافها اتعصب جدا منها، وقال لها إنها كده بتضرب الشخص اللي هيتجوزها. وطبعا لما بني سمعت الكلام ده داخت وأغمى عليها. وبالليل باباها بيبدأ يفهمها الموضوع كله، وبيقول لها إن كان زمان جدة بني بتحب جد إجوين، لكن حصلت ظروف ومنعتهم إنهم يكونوا مع بعض، واتعهدت العيلتين إنه في يوم من الأيام لازم يجوزوا واحد منهم للتاني. لكن مع مرور الزمن كانت كل الأجيال الجديدة رجالة، وإنها أول بنت جت من بعد المعاهدة، وإنها لازم تتجوز إجوين. لكن برضو بني رفضت كل الكلام ده، وقالت لباباها إن هي مش هتمشي على كلام المعاهدة دي. لكن والدها كان مصر جدا،
وقال لها إنها لازم تروح لعيلة إجوين وتعرف كل حاجة عنهم. وفي نفس الوقت ده كان إجوين بيتكلم مع جدته عن بيني، وقال لها إن شخصيتها قوية لكنها عنيدة شوية، لكنها بتكون عجبته وبكده هيتجوزوا. وساعتها بتكون تاكامي صاحبة بيني في المدرسة عندهم، وبتاخد ورد من الحديقة، وبيروح إجوين معاها عشان يوصلها للبيت. لكن وهم في الطريق تاكامي بتقوله إن زهور البينا فتحت بدري السنة دي، فإجوين بيفكر إنه يدي بيني زهور منها لأن اسمها هي والزهور بيبقى قريب من بعض. وبيني من ساعة اللي حصل وما بتبقاش مركزة في حاجة، ودايما كانت قاعدة في أوضتها وما بتكلمش حد. وفي الوقت ده بيجيلها رامارو وبيقول لها ما تتجوزش بالطريقة دي، وبيعترف ليها إن هو بيحبها، وقال لها إنه مستعد يهرب معاها ويروحوا لأي مكان، واتفق معاها إنه هيكون عند الجامعة الساعة 6، وبيعرفها لو وافقت تروح له على هناك عشان يهربوا. وفي نفس الوقت ده بتوصل لبنيو الأزهار اللي بيكون إجوين بعتها لها، اللي بيبقى اسمها بينا. لكن المشكلة إن بيني كانت قرأت رواية قبل كده كان فيها بنت شكلها وحش وكانت باسم نفس الزهور، فافتكرت إن إجوين يقصد إنها وحشة، وطبعا ساعتها اتعصبت جدا وقررت إنها تلم هدومها وتمشي. وفعلا بتروح لرامارو عند الجامعة وبيهربوا من المدينة، لكن ساعتها باباها بيعرف بهروبها وبيكلف مجموعة من الجنود إنهم يدوروا عليها. لكن في الوقت ده بتكون بيني ومعاها رامارو ماشيين في الطريق، وبيقابلهم في الطريق راجل غريب وبيكون فاكر إنه سهل يسرقهم، لكن بيني بتقدر إنها تضربه، وبيقرر الراجل ده إنه يمشي معاهم. وبعد كده كلهم بيروحوا البار وبيفضلوا يشربوا لحد ما بيني ما بقتش في وعيها وما كانتش قادرة تمشي. وبعد شوية لقت إجوين دخل عليها وقال لبيني إنها لازم ترجع معاه دلوقتي، لكنها بتقوله إنها عايزة تروح مع رامارو. فإجوين بيقول لها إن رامارو بيحبها فعلا، وبيسألها إذا كانت بتحب رامارو قد ما هو بيحبها. فبيني بتسكت وبتقوله إنها عايزة تختار الحياة اللي هي عايزاها، لكنها بعد شوية بتفقد وعيها بسبب كمية المشروب اللي شربتها. فإجوين بيقول لرامارو إن بيني لازم ترجع لبيتها، وفعلا بترجع البيت وبتكون فاكرة إن إجوين هيرفض إن هو يتجوزها بسبب الحالة اللي كانت فيها امبارح. لكن باباها بيفاجئها وبيقول لها إن إجوين لسه موافق، ووقتها بيني بتتعصب أكتر. وتاني يوم بتروح المدرسة وبتفضل تنام في الحصص، وبعد الحصة بتفضل تتكلم مع صاحبتها لأنها حست إنها متضايقة من حاجة، وعرفت إنها زعلانة لأن الولد اللي بتحبه هيتجوز بنت تانية. لكن بيني ما كانتش تعرف إنها تقصد إجوين، وصاحبتها كمان ما كانتش تعرف إن اللي إجوين هيتجوزها هي صاحبتها بيني. فتاكامي بتقول لها إنها هتقابله النهاردة في دار الأوبرا، وبتعرض على بيني إنها تيجي معاها عشان كمان تتعرف عليه. وفعلا راحوا مع بعض وقابلوه، وطبعا بيني أول ما شافته اتصدمت، أما تاكامي فبتتصدم وبتمشي بسرعة لما عرفت إن بيني هي البنت اللي إجوين هيتجوزها. وبعد كده بيني وإجوين دخلوا الأوبرا، وقعدت بيني تفكر في صاحبتها تاكامي، وكانت زعلانة جدا إنها السبب في حزنها، فقررت إنها تقول لإجوين إن تاكامي بتحبه. لكن بالرغم من كده إجوين بيقول لبيني إنه عايز يتجوزها هي، وحكالها إن باباه ومامته سابوه لما كان صغير، واللي ربته هي جدته، وعشان كده مش عايز يزعلها، ولو جوازه من بيني هيفرحها هيعمل كده. وطبعا بيني بتتعصب أكتر لما بتسمع الكلام ده، وخصوصا لما عرفت إنه عايز يتجوزها بس عشان جدته، فقررت إنها تعمل خطة عشان تبعد عنها إجوين وتخليه يرفض إن هو يتجوزها. وأول حاجة عملتها إنها طلبت من المدرسة بتاعتها تيجي معاها البيت إجوين، وده عشان تعلمها إزاي تعمل شغل البيت. أما بيني قررت إنها تبوظ في شكلها، وخطتها بقى إنها تروح للبيت
وتبوظ كل حاجة، وبتكون مقررة إنها مش هتعمل أي حاجة مفيدة عشان يقولوا إنها ما بتعرفش تعمل أي حاجة وما يوافقوش عليها. وفعلا بيوصلوا للبيت اللي بيكون مبهر جدا، وبيني بتقابل جد وجدة إجوين، وبالرغم إنها بتكون مبوظة في شكلها إلا إن جدة إجوين كانت شايفاها جميلة جدا. وبعد كده إجوين خدها وعرفها على أوضتها الجديدة، وكان واضح جدا على بيني إنها فرحانة جدا من جمالها. وبعد كده بيني بتنزل عشان تتعشى مع عيلة إجوين، وطبعا ما بتكونش عارفة طريقة الأكل بتاعتهم، لكن للأسف وهي بتاكل الأكل بيطير على الجد، وطبعا وقتها اتعصب جدا وقال لهم إن البنت دي فاشلة جدا وبيقوم من على الأكل. وبالرغم إن دي بتكون خطة بيني إلا إنها بتكون متعصبة من اللي الجد قاله، لكن بيروح لها إجوين وبيعتذر ليها وقال لها إن هي اللي هتقدر تغير التقاليد اللي في عيلته. وفعلا مع الوقت بتبدأ بيني تتعلم كل شغل البيت، وبدل ما كانت عايزة تبوظ الدنيا بقت شاطرة جدا في شغل البيت، والبيت كله كان بيحبها ما عدا الجد طبعا اللي كان متضايق جدا وشايف إن البنت دي مش هتقدر تعيش وسطهم. وفي يوم لما كانت بيني بتنشر الهدوم راح الجد موقعها، فبيني وقتها اتعصبت ومسكت العصاية وضربته على دماغه، فتعصب الجد وبدأ يتخانق معاها. ولما راحت المدرسة تنادي الإجوين قال لها ما تقلقش، لأنه كان عارف إنهم هيتخانقوا وبيقفوا هما الاتنين يتفرجوا عليهم. وفي نهاية الخناقة قدرت بيني إنها تفوز على الجد، وباللي حصل ده كان لازم إن بيني تسيب البيت. وفعلا بتجهز هدومها وبتقول لجدة إجوين إنها هتمشي، لكن ساعتها إجوين جه وقال لها إن الجد مش زعلان منها وإنه عايزها تفضل في البيت. فبيني بتروح للمطبخ وبتعمل شوربة، وما بنكونش عارفين دي شوربة إيه، وعلى طول بتشربها للجد عشان يبقى كويس بعد الخناقة اللي حصلت بينهم. وفعلا بقى كويس وبيحب بيني أكتر، بالرغم إنه ما كانش عايز يبين كده، لكنه بيبقى من جواه مبسوط إنها في البيت، وكمان بيتأسف لها لأنه كان بيعاملها بطريقة مش حلوة. وفي اليوم اللي بعده بيقرروا إنهم يعملوا حفلة في البيت عشان أهل إجوين يتعرفوا عليها. وبيني بتتصدم لما شافت رمارو وكان وسط الشغالين وعامل نفسه بنت، وبتعدي الحفلة وبتكون حلوة جدا. وبعد كده بيني بتقعد وبتتكلم مع رمارو، فقال لها إنه لقاها اتأخرت هنا وما رجعتش تاني، وعشان كده قرر إنه يجي يشتغل في البيت عشان يبقى جنبها. فبيني بتقوله ياخد باله عشان ما يكتشفوش حقيقته، لكن اللي هما ما يعرفوهوش إن إجوين عارف إن ده رمارو، ومع ذلك سايبه في البيت. وده بيخلي بيني تستغرب إن إجوين عايز يتجوزها بس عشان يرضي عيلته، أو إنه بيحب بنت تانية وبيني مش من اهتماماته، خصوصا لما عرفت إنه يعرف بنت من بيوت الجيشة، والبيوت دي بتبقى أشبه بالحانات. وزاد شكها أكتر لما شافت إجوين خارج مع واحدة من الحانات دي، فقالت على طول إنه أكيد على علاقة بيها. وفي اليوم اللي بعده قررت إنها تسأله على البنت اللي شافته معاها، لكنه قال لها إنه مفيش بينه وبينها حاجة، لكنها بتبين له إنها مش مهتمة. وفي اليوم ده حصل مشكلة في البيت بسبب رمارو لما كسر طبق أثري للعيلة، وطبعا اللي حصل ده بيجنن الجد وبيكون عايز يقتل رمارو. فبتيجي بيني وبتكسر كل الأطباق الباقية، وبتحصل مشكلة كبيرة بينها وبين الجد، وكل ده عشان بيني تخليهم يغيروا عادتهم دي، وبتقوله إن مش معنى إن في طبق اتكسر إنه يقتل إنسان. وبعد كده خدت رمارو ومشيت من البيت. لكن برغم اللي حصل ده إلا إن العيلة كانوا مقتنعين إنهم مش هيلاقوا بنت زي بيني، فالجد بيقول لإجوين يروح ورا بيني ويرجعها. وعلى الجانب الآخر بنشوف إن بيني بتتخانق مع باباها، وباباها بيتعصب عليها بسبب اللي هي عملته، وقال لها إنها بمجرد ما خرجت من البيت ده ملهاش مكان غير بيت جوزها. فقررت بيني وقتها إنها تمشي. وفي نفس الوقت ده كان وصل إجوين وبيسأل عليها باباها، فباباها قاله إنها لسه ماشية دلوقتي
وفي الوقت ده بيني قررت تروح للبنت اللي في بيت الجيشة وسألتها عن علاقتها بإجوين. فالبنت بتوريها صورة لجوزها المتوفي واللي كان صديق مقرب لإجوين، وبعد ما مات في الحرب إجوين هو الوحيد اللي فضل جنبها وخرجها من الحالة اللي هي كانت فيها، ومن وقتها وهو بيطمن عليها من فترة للتانية. فبيني بتتأكد بكده إن مفيش ما بينهم حاجة، وقررت كمان إن هي هتقضي اليوم معاها. وزي ما حصل في البار ليها قبل كده فضلت تشرب وعملت مشاكل مع ضباط، لكن بيوصل إجوين وبيحل المشكلة وبيشيل بيني على ظهره وبيرجع البيت. ولما كانوا ماشيين في الطريق بيني بتسأل إجوين إذا كان بيحبها ولا لأ، فاعترف لها إنه بيحبها حتى من قبل ما يعرفها، وكان واضح على إجوين إنه حبها فعلا وإنه مش عايز يتجوزها بس عشان يفرح جدته. وكان واضح كمان إن بيني بدأت تحبه، وخصوصا لما عرفت من تاكامي إنها مش زعلانة إنهم هيتجوزوا. لكن للأسف بتحصل مشكلة ممكن تمنع الجواز إنه يتم، وهي إن الحرب هتبدأ وممكن اليابان تشارك فيها، وعشان كده ممكن في أي وقت يستدعوا إجوين. وفعلا ده اللي بيحصل وبيتم استدعائه للحرب، وبيقضي إجوين باقي أيامه قبل الحرب مع بيني، وبيطلب منها إنها تخلي بالها من البيت وعيلته وهو مش موجود، وقال لها تفتكر دايما إنه هيفضل يحبها. وفي اليوم اللي بعده إجوين بيجهز نفسه وبيمشي للحرب، وبيعدي وقت على الموضوع ده، وإجوين كان بيتواصل معاهم عن طريق الرسايل وبيطمنهم إن الكتيبة بتاعته مش في الصفوف الأمامية. لكن ما بيعديش وقت طويل وبيروح هو والكتيبة بتاعته لأماكن ضرب النار. لكن للأسف في مرة من المرات وهو بيحاول ينقذ واحد من صحابه اتقذف المكان كله بصاروخ، وللأسف وقع إجوين من فوق الجبل. وطبعا الصدمة دي كانت كبيرة جدا على البيت كله وخصوصا بيني، واللي كانت حزينة جدا إنها ما قدرتش تعترف له بحبها. وفي العزا بيني لبست هدوم كانت بتاعت مامتها، والمقصود منها إن لو الزوجة لبست اللبس ده يبقى مستحيل تتجوز بعد حبيبها. وقررت إنها توفي بوعدها لإجوين بإنها تعتني بالبيت وأهله، وبعد كده طلبت من رامارو إنه يمشي عشان مستحيل يكونوا لبعض. وقررت كمان إنها تشتغل وتعتمد على نفسها، وفعلا بعد بحث كتير قدرت تشتغل في مكتب للصحافة، ومن ساعتها حياتها بدأت تتحسن وبقت سعيدة جدا. وفي يوم من الأيام عرفت إن في جنود من كتيبة إيجون لسه عايشين في سيبيريا، فبيني بيكون عندها أمل إن بعد المدة دي كلها إن إيجون يكون لسه عايش. وفعلا بتركب القطر وبتروح لهناك، وأول لما نزلت شافت إيجون في المحطة لكنه كان مع بنت تانية، ووقتها بيني ابتسمت وكملت في طريقها. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد. حكايتنا بتبتدي لما بيني شافت واحد زي إيجوين في محطة القطر وكان معاه بنت، لكن بيني ساعتها افتكرت إنها بتتخيل، فابتسمت وقتها وبيزيد عندها الأمل إنها تشوف إيجوين مرة تانية ويفضلوا مع بعض طول العمر. وبعد كده ركبت القطر مع مساعدها اللي اسمه أوشجن، وفعلا في النهاية بيوصلوا لمنشوريا. لكن فجأة بيحضر الناس اللي بيني بتدور عليهم، وبيكونوا عصابة الذئب الأسود، وكانوا عايزين يسرقوا القطر. لكن الناس ساعتها بيكونوا قلقانين وخايفين من العصابة ما عدا بيني، وبيكون واضح عليها إنها متحمسة جدا. وفعلا بتنجح العصابة إنهم يوقفوا القطر ودخلوا عشان يسرقوا كل اللي فيه. لكن بيني مسكت السيف الخشب بتاعها وفضلت تضربهم كلهم، فراح واحد منهم بسرعة للقائد وعرفه. ولما بيني شافته قالت له لو انت الذئب الأسود الحقيقي فهي عايزة تكلمه في موضوع مهم. لكنه لما ركز في شكلها عرف ان دي بيني اللي تبقى خطيبة إيجوين واللي كان دايما بيكلموا عنها. وبنعرف ان اسمه أونيجينا وكان زميل إيجوين في الكتيبة، وهو اللي إيجوين أنقذه قبل ما المكان يتفجر ويقعوا من على الجبل. فحاولت بيني إنها تتكلم معاه، وفجأة بيوصل حرس الحدود لما عرفوا بسرقة القطر، فبيهرب نيجونا واللي معاه. لكن بيني بتكون مصممة إنها تعرف عن إيجوين أكتر،
فبتقوم نطة على حصان من اللي معاهم وراحت ورا نيجونا، وبعدها قدروا إنهم يهربوا من الحرس وراحوا للمخيم بتاعهم. وقعد أونيجونا وبيني يتكلموا مع بعض، وعرفها إنه كان مع إجوين في الكتيبة، وإن إجوين كان حكيله عنها قبل كده، وقال لها إن إجوين مات لما كان بيحاول ينقذه، ومن وقتها بقى شغال مع قطاع الطرق عشان ينتقم من اللي كانوا السبب. ومن كلام أونيجونا بنعرف إنه محمل مسؤولية موت إجوين للجيش، لأن هما اللي سابوهم من غير أي دعم لحد ما ماتوا، وبيتأسف ليها لأنه كان السبب في موت إجوين. لكن بيني بتقوله إن مش هو السبب، وإن هي السبب إنه يتنقل للكتيبة دي لأنها عملت مشكلة مع القائد في بيت الشيجا، وبتكون بيني عرفت الكلام ده من باباها، وعشان كده كانت حاسة بالندم طول الوقت، وفقدت الأمل إنها تلاقي إجوين في يوم من الأيام. وبعد كده قعدت تشرب لغاية ما خلصت المشروبات كلها، وبتفضل تقول إنها عايزة تموت. وفي اليوم اللي بعده بتصحى بيني، وبعد كده بياخدها إنيجونا وبيطلعوا يتمشوا، وهناك شافت بيني زهرة البينا، واللي كان إجوين دايما بيشبهها بيها، لأنها بتكون زهرة حجمها صغير لكنها بتقدر تعيش في أصعب الظروف، وهو بيكون شايف بيني زيها لأنها بتقدر تنجح وتكمل في أصعب أوقاتها، وهو ده اللي كان بيحبه فيها. وعشان كده بيني بتقرر إنها ما تستسلمش ويفضل عندها أمل إنها تلاقي إجوين. وقالت لأونيجونا إنها طالما ما شافتش جثة إجوين يبقى هيفضل عندها أمل إن هو لسه عايش، وإنها أكيد هتوصله في يوم من الأيام. وكان أونيجونا معجب بإصرارها، وبعد كده بيروح يوصلها لمحطة القطر، وقبل ما بيني تمشي ادته عنوان دار النشر اللي هي شغالة فيها، وطلبت منه إنه يبقى يزورها في أقرب وقت. وبعد كده رجعت تاني على اليابان وجهزت نفسها ورجعت تاني تشتغل في دار النشر، وبيسألها مديرها عن النتيجة اللي هي وصلت لها، فبتقوله إنها للأسف ما وصلتش لحاجة، لكنها بتبقى لسه مصرة، وده اللي بيكون المدير حبه فيها، إنها دايما مصرة على النجاح. وبعد كده بيني رجعت تاني لشغلها وبدأت تدور على الأخبار اللي هي هتنشرها، وبالصدفة بتقابل صاحبتها تاكامي، وده بعد مدة طويلة ما شافوش فيها بعض، وطبعا بيحتفلوا وبيشربوا مشروبات، وبنلاحظ إنهم ما بقوش في وعيهم. وفي الوقت ده شافوا منطاد طاير في السما، وكانوا مفكرينه مركبة فضائية، وقالوا إن ده تأثير الشرب عليهم. فبيني خدت المنظار من الراجل ده وبصت على المنطاد، وبتتصدم لما بتشوف إجوين راكب فيه، فقالت إن أكيد بيتهيأ لها. وفي اليوم اللي بعده حكت لمدير دار النشر وقالت له إنها شافت مركبة فضائية، فقال لها إن أكيد بيتهيأ لها، لكن بيني بتفضل تقوله إنها متأكدة إنها شافت مركبة فضائية، وإنها كمان شافت إجوين فيه، فقال لها إن هي تقصد إن إجوين كائن فضائي، فبتقوله إنها كانت متأكدة إنه هيفهمها، وساعتها بيضربها بالمجلة على دماغها وقال لها تبطل تهيؤات شوية. وفي نفس الوقت ده بيدخل واحد من اللي شغالين في الدار وكان عنده أخبار مهمة، وبيقول لهم إن في منطاد هبط امبارح في طوكيو لأول مرة، وإن المنطاد ده عليه ناس مهمة من روسيا، فراحوا بسرعة على هناك. ولما بيني شافته اتأكدت إنها ما كانتش بتتخيل، وإنها شافت إجوين فعلا، لكنها تعرف إن اللي على المنطاد دول أمراء روسيين، وهو الأمير ساشا والأميرة لاريسا، وإنهم قرروا يسيبوا روسيا ويعيشوا في اليابان. فبيني عرفت إن دول اللي قابلتهم في المحطة، وبتكون مصممة إن ده إجوين، وفضلت تعدي من بين الناس لحد ما قدرت توصله، لكنه ما كانش عارفها. وقبل ما يمشي بيناديها بزهرة البينا، فوقفت بيني وكانت مصدومة إن هو معرفهاش. وبعد كده ساشا مشي بسرعة لأن مراته كانت تعبانة. وبعد كده بيني اتكلمت مع مدير دار النشر وقالت له إنها متأكدة إن ده إجوين، وإن محدش يعرف اسم زهرة البينا إلا هو. فالمدير قال لها إن لو ساشا ده هو إجوين هيتجوز بنت تانية ليه، وقال لها إنهم لازم يعرفوا كل حاجة عنه، وفعلا بيقدروا يعرفوا مكان القصر اللي هم عايشين فيه. وحاولوا إنهم يرتبوا المقابلة معاهم
لكن بيني قالت لهم إنهم رافضين التواصل مع الصحافة. لكن لحسن الحظ بيني بتعرف إنهم هيعملوا حفلة في القصر وهيشارك فيها رامارو، فبيني راحت له واتفقت معاه إنه يدخلها الحفلة. وفعلا بيني بتروح الحفلة وبتاخد معاها المدير، وبتقدر إنها توصل لأوضة ساشا، لكنها بتقابل لاريسا هناك وبتقول لها إنها عايزة تتكلم معاه لأنها حاسة إنها تعرفه. فلاريسا قالت لها إن ساشا من عيلة روسية كبيرة وإنه مستحيل يكون عارفها قبل كده. وبعد كده بيني شافت صورة لساشا ولاريسا مع بعض وبتكون صورة جوازهم، فبيني بتتأكد إن ده مش إجوين وبتمشي على طول من الحفلة. وبعدها المدير قال لها إنها لازم تتقبل إن ده مش إجوين، وبيقول لها تخلي عندها أمل إنها هتلاقي إجوين الحقيقي. وقبل ما يرجعوا لدار النشر بتقابلهم والدة المدير، واللي كانت دايما بتدور له على عروسة عشان رافض يتجوز، فاضطر ساعتها يقول لها إنه مرتبط ببني عشان يتهرب من والدته. وبعدها المدير بدأ يحكي لبني عن نفسه أكتر، وقال لها إن والدته كانت حامل فيه من قبل ما تتجوز، بس دايما الشخص اللي هي اتجوزته كان بيعامله زي ابنه، لكنه كان دايما بيتضايق لما بيبص لنفسه في المراية ويفتكر. وبالرغم إن بني كانت متأثرة بكلامه لكنها في النهاية بتنام. وحس المدير ساعتها إنه بدأ يعجب ببني. وفي اليوم اللي بعده بنشوف نيجونا وهو في دار النشر، وكان جاي ومعاه أخبار لبني، وقال لها إنه قدر يعرف شوية معلومات عن ساشا، وإن هو كمان لقى صورة ليه، وإن هو وإجوين شبه بعض جدا، وعرف إنه كان هربان من روسيا مع أمه ومراته لاريسا، لكن في طريقهم تعبت مامته وماتت. وبيقول لها إنه عرف إن مامة ساشا هي أم إجوين. فبني بتحكي له إن إجوين كان حكي لها إن أهله سابوه لما كان صغير، وإن جدته هي اللي ربته، وبكده ساشا يبقى أخو إجوين التوأم، وعشان كده هما شبه بعض جدا. وبني بتتأكد بكده إن ده ما يبقاش إجوين. وبعد كده أونيجينا قال لها إنه هيدور على أي معلومة عن ساشا، وإنه لو قدر يوصل لحاجة هيعرفها. وبعد شوية راحت بني للمدير وكان معاها طرد مبعوتله، فالمدير قال لها ترميه بعيد لأنها كلها رسايل من البنت اللي مامته عايزة تجوزها له. فبني قالت له إنه مش هيفضل يكذب على مامته، وإنه لازم يعترف ليها إنه مش موافق، وكمان إنها مش هتصدق موضوع إنه بيحبها. وفي الوقت ده المدير بيقول لها إنه بيحبها فعلا. وطبعا ساعتها بني اتفاجئت وما كانتش عارفة تقول إيه، وبتفضل طول اليوم تفكر في الموضوع ده، بالرغم إنها قالت له إنها بتحب إجوين، لكنه قال لها إن إجوين ما بقاش موجود دلوقتي وإنها لازم تتخطى المرحلة دي. وقال لها كمان إنه مش عايزها ترد عليه دلوقتي، وبيطلب منها إنها تفكر في الموضوع. وبنشوف إن بني ما كانتش رافضة الموضوع، وبتكون شايفة إن المدير شخص كويس، لكنها برضو ما بتكونش عايزة تفقد الأمل في رجوع إجوين وتكمل حياتها معاه. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف ساشا وكان قاعد بيفكر في بني، وبيكون حاسس إنه شاف البنت دي قبل كده وسمع صوتها كمان قبل كده، لكنه ما كانش عارف هل هو يعرفها ولا لأ. وبعد كده بيروح يطمن على لاريسا لأنها بتكون مريضة من فترة، وخرج بعدها عشان يتمشى. وبعد شوية شاف القصر بتاع عيلة إجوين وكان حاسس إنه يعرفه، فدخل القصر وبدأ يستكشف فيه. وبنشوف إن الكلاب بتوع إجوين قدروا إنهم يتعرفوا عليه وما هاجموش عليه، فبدأ يستغرب أكتر، وبيكون حاسس إنه يعرف المكان ده والكلاب دي، بالرغم إن دي أول مرة يعيش في اليابان. وفي الوقت ده بني بتكون قاعدة فوق الشجرة وشافته، واستغربت إن الكلاب بتاعت إجوين عارفاه، فبتفكر وبتقول إن هو ممكن يكون إجوين، لكن في نفس الوقت ده بتفقد توازنها وبتقع من فوق الشجرة. لكن ساشا قدر إن هو يمسكها على آخر لحظة، ودي بتكون اللحظة اللي هو افتكرها فيها، وبيقول لها إن اسمها بني، وبنعرف إن هو إجوين لكنه كان فاقد الذاكرة وقت الحادثة. وطبعا بني ما بتبقاش مصدقة إنه لسه عايش وإنه واقف قدامها. وبيبدأ إجوين يفتكر لما وقع من فوق الجبل وإن لاريسا هي اللي أنقذته. وبعد كده بني خدته بسرعة عشان تعرف كل اللي في البيت إن إجوين رجع تاني،
لكن إجوين قال لها إنه مش جاهز دلوقتي عشان يقابلهم، وطلب منها إنها تأجل الموضوع شوية لأنه لسه محتاج شوية وقت. وبعدها رجع بسرعة على البيت عشان يفهم كل حاجة من لاريسا، لكنه لقاها تعبانة جدا فبيطلب لها الدكتور بسرعة. وبيعرف إجوين إن حالتها خطيرة جدا وإن لازم الممرضة تفضل معاها، فإجوين ما بيرضاش يعترف لها إن ذاكرته رجعت عشان ما يأثرش عليها. لكن لاريسا بتكون حاسة إنه مخبي عليها حاجة، وبتعرف إنه رجعت له الذاكرة وعرف كل حاجة عن نفسه وعن حياته. فإجوين بيطلب منها إنها ترتاح عشان ما تتعبش أكتر، وبيطلع يقف بره البيت، وكان واضح جدا إنه مش عارف يعمل إيه وإزاي يرجع لبني وفي نفس الوقت يكون مع لاريسا. وفي الوقت ده بيشوف صاحبه أونيجينا وبيقدر إنه يفتكره، والاتنين بيكونوا فرحانين إنهم قابلوا بعض مرة تانية. وبعد كده أونيجينا بدأ يحكي له كل اللي حصل بعد ما فقدوه في الحرب، وقال له إن بني فضلت تدور عليه وقتها في كل مكان، وبيقول له إن لازم يسيب كل حاجة ويروح لها. فإجوين قال له إن هو مش هيقدر، وبياخده وبيوريه حالة لاريسا اللي بتكون صعبة جدا، وبيعرفه إنه مش هيقدر يبعد عن لاريسا وهي في الحالة دي، لأن هي كانت السبب في إنقاذ حياته، ولولا إنها اعتنت بيه وقتها كان ساعتها مات. وقال له إن بعد موت جوزها ساشا فضلت وحيدة وحزينة، لكنها حست إن إجوين هيعوضها عن ساشا، ومن ساعتها بتتعامل معاه أكنه ساشا وما كانش يعرف إنه إجوين. وفي النهاية اكتشف إن ساشا أخوه من الأم، وعشان كده مش هيقدر يسيب لاريسا وهي في الحالة دي، بالرغم إنه عايز يبقى مع بني دايما. وبعد كده أونيجينا راح لدار النشر وحكى لهم عن فقدان إجوين للذاكرة، وقال لبني إنه أكيد هيقول لها على كل حاجة في أقرب وقت، لكن كلامه ده ما بيكونش عاجب المدير، وقال له بعد كل السنين دي لسه إجوين عايز وقت عشان يعرف بني كل حاجة. فبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض، لكن بني بتمنعهم من كده. وبعد كده راحت عند قصر إجوين وكانت عايزة تتكلم معاه، لكنها ما بتكونش عارفة تقول إيه. وساعتها وهي واقفة بتتفاجئ إن إجوين مع لاريسا، فحست وقتها إن إجوين مستحيل يرجع لها. ومع الوقت بيلاحظ المدير إن بني ما بقتش مركزة في تصرفاتها، وإنها دايما بتفكر في مشكلة إجوين، فقرر إنه يروح لإجوين ويتكلم معاه، وقال له إنه بيحب بني وإن هو مسبب لها ضغط كبير، وبيعرف إجوين كمان إنه لازم يبعد عن بني. وعلى الجانب الآخر بنشوف بني مع صاحبتها تاكامي وبتقول لها إنها عايزة تسيب بيت إجوين، لأنها حاسة إنه عمره ما هيرجع طول ما هي موجودة، وخصوصا إن معاه لاريسا، واقتنعت إنها مش هتقدر تاخد منها إجوين وهي في الحالة دي، وعشان كده قررت إنها تنهي كل حاجة معاه. وفعلا بيروحوا هما الاتنين لكافيه وبيتكلموا مع بعض، واتفقوا إنهم ينهوا علاقتهم ببعض، بالرغم إنهم ما بيكونوش عايزين يعملوا كده، لكن الظروف اللي هما فيهم بتكون جبرهم على كده. وبعد كده بني طلبت منه إنه يرجع لبيته ويفضل مع جده وجدته، وإنها هتمشي وتسيب البيت. وبعد كده بتودعه وبتمشي، وفضلت طول الطريق تعيط على قصتهم اللي انتهت، لكنها بتقول لنفسها إن ده القرار الصح عشان كان لازم كل حاجة تنتهي. وبعد كده بتجهز حاجتها وبتودع عيلة إجوين وبتمشي. وفي اليوم اللي بعده بتوصل والدة المدير للدار، وكان معاها عقد ملكية بيت، وبيكون العقد ده بتاع بيت عيلة إجوين. وبنعرف إن عيلة إجوين رهنوا بيتهم للبنك اللي شغالة فيه مامة المدير، ولو إجوين وعيلته ما قدروش يدفعوا الديون اللي عليهم البنك هيكون ليه الحق في ملكية البيت. لكن لما المدير شاف عقد البيت وكان عليه اسم إجوين طلب من مامته إنها تسيب البيت ده، وده بمقابل إنه يرجع يعيش معاهم ويشتغل مع باباه في البنك، وإن هو كمان هيقفل دار النشر. ولما بني عرفت الموضوع ده حاولت إنها تقنعه إنه ما يعملش كده ويضيع الجهد اللي عمله في دار النشر، لكنه بيكون مصمم على موقفه. وفي الحقيقة بني بتكون عارفة إنه بيعمل كده لأنه بيحبها، وإنه ضحى بكل حاجة عشان البنك ما يحجزش على بيت عيلة إجوين.
وهو عارف إن لو ده حصل بيني هتفضل حزينة، وعشان كده بيني وافقت إنها تتجوزه لأنها بتكون مقتنعة إنه الشخص الوحيد اللي ضحى بكل حاجة عشانها. وفعلا بيروح المدير وبيخطبها من باباها، واتفقوا إن جوازهم هيكون بعد شهرين، وبكده هتتأجل المعاهدة بين عيلة بيني وعيلة إجوين. وبنعرف كمان إن تاكامي هتتجوز بالرغم إن بيكون في إعجاب بينها وبين أونيجونا، لكن بيكون كل واحد مبسوط بالوضع اللي هو فيه. وبيعدي الوقت قبل يوم من جواز بيني، ووقتها أونيجونا بيعرف إجوين إن بيني هتتجوز المدير بكرة. فإجوين بيقوله إنه كده فهم كل حاجة، وقاله إن من كام يوم جاله رسالة من مجهول وكان فيها عقد الملكية البيت، وبكده فهم إن بيني عملت كل ده عشان تحافظ على بيت إجوين. وبالرغم إن أونيجونا بيحاول يقنعه إنه يروح لبيني، إلا إنه بيكون مقتنع إن ده قدرهم وإن هو وبيني مش هيكونوا لبعض. وفي نفس الوقت ده بتكون لاريسا تعبانة جدا وحالتها كانت بتسوء أكتر. وتاني يوم بيني بتكون بتتجهز وراحت لمراسم الزواج، وكان واضح جدا عليها إنها متأثرة بكل الذكريات اللي عاشتها مع إجوين، لكنها بترضى بالأمر الواقع وقررت إنها تكمل حياتها مع المدير. وعلى الجانب الآخر إجوين بيكون قاعد جنب لاريسا عشان يطمن عليها، لكن بيكون واضح إنها تعبانة جدا، وقررت إنها تعترف لإجوين بالحقيقة كلها، وشكرته إنه فضل متظاهر إن هو ساشا بالرغم إنه عرف كل حاجة، وبتطلب منه إنه يسامحها، وبتطلب منه إنه يروح للبنت اللي بيحبها ويفضل معاها طول عمره. وفي النهاية بتموت لاريسا. وفي الوقت ده مراسم الزواج بين بيني والمدير بتبقى شغالة والكل بيكون حاضر، لكن قبل ما المدير يلبس بيني خاتم الزواج بيحصل زلزال في المدينة والمبنى كله بينهار عليهم، وبيكون الزلزال ده في اليابان كلها، والناس ساعتها كانت بتهرب في كل مكان، وكل المباني بتتحول لأنقاض على الأرض. وفي الوقت ده بيني وكل الموجودين كانوا خرجوا في سلام، لكنها بتكتشف إن رامارو مش معاهم، فدخلت بسرعة جوه المبنى عشان تنقذه، وراح وراها المدير. ومن ناحية تانية إجون قرر إنه يروح لبيني عشان يطمن إنها بخير، ووقتها إجون بياخد حصانه وبيروح بسرعة لبيني، لكن في الوقت ده بيني والمدير كانوا بيدوروا على رامارو، والمكان بيكون أشبه بساحة الحرب، لكنهم في النهاية بينجحوا إنهم يلاقوا رامارو وبيروحوا يخرجوا بسرعة من المبنى. لكن فجأة بيقع جزء من المبنى وبتتحبس بيني جواه، وبقى مستحيل حد يقدر يدخل. وفي الوقت ده بيوصل إجوين وبيشوف إن المكان متدمر، وبقى هو والمدير يدوروا على بيني. وفي الوقت ده بتفوق بيني وبتلاقي النار حواليها من كل مكان، لكن الوحيد اللي كانت بتفكر فيه هو إجوين، وكان عندها أمل إنه يقدر يوصل لها وينقذها. وفي النهاية بتقعد على الأرض من التعب، وما كانتش عارفة إيه اللي هيحصل لها بعد كل ده، وبعدها بيغمى عليها. لكن بعد شوية بيوصل إجوين وبيشوفها وبيروح لها بسرعة وبيفوقها، وبيني بتكون مفكرة إنها ماتت وإن إجوين ملاك، لكنه بيقول لها إنها ما ماتتش وإنه مستحيل يسيبها تاني، وبيقول لها إن لاريسا ماتت وإن كان آخر طلب ليها إنه يفضل مع بيني دايما، وبيعرفها إنه لو حتى هيموت فهيموت معاها. وبعد كده بيحاولوا إنهم يخرجوا ويبعدوا عن النار، لكن بتقع خشبة على رجل إجوين وما بيقدرش يمشي. لكن فجأة بيظهر لهم المدير وبيساعد إجوين وبيمشوا كلهم مع بعض، وفي النهاية نجحوا إنهم يخرجوا بسلام من النار. وبيقف المدير مع إجوين وبيقوله إنه لو ما قدرش يساعد بيني هيقتله، وقال لبيني تفضل مع إجوين دايما وما تسيبوش خالص. وقرر إنه يفضل شغال في دار النشر مع زمايله، وبدأ كل الناس يساعدوا بعض عشان يتخطوا الأزمة دي. وفي النهاية بتتحقق المعاهدة بتاعة العيلتين، وبيتجوز إجوين وبيني، وبيحققوا وعدهم إنهم يفضلوا مع بعض دايما. وكمان تاكامي قررت إنها تروح مع أونيجونا لأنها بتحبه. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.